يا ترى ايه هو احسن نوع من اللحوم ممكن الانسان ياكله؟ ايه هو نوع اللحمه اللي بيكون غني بكل المصادر والفيتامينات اللي الجسم محتاجها؟ وايه هو نوع اللحمه اللي الدكاتره بتنصح بيه مرضى القلب ومرضى الضغط والناس اللي عاوزه تعمل دايت والسيدات الحوامل ان هم ياكلوه علشان فيه اقل نسبه دهون في انواع اللحوم وكمان خالي من الكوليسترول الضار. تعالوا مع بعض نعرف. هنتكلم النهارده عن لحوم الارانب اللي بتعتبر مصدر هام جدا للبروتين، خصوصا ان فيها اقل نسبه دهون. كيلو الارانب يا جماعه بيبقى فيه 350 سعر حراري، ده غير ان الارنب نفسه بيبقى فيه 20% عظم والباقي بيكون لحم. واللحم ده ليه خصائص مهمه جدا، ان نسبه البروتين فيه 20% ودي نسبه عاليه جدا، ونسبه الدهون بتكون 4% بس ودي نسبه منخفضه جدا. ده غير الفوائد الطبيعيه بسبب العناصر التانيه اللي موجوده فيه زي النياسين والحديد والسيلينيوم والفوسفور والكالسيوم والزنك. هنعرف مع بعض فوائد العناصر دي. مبدئيا فوائد لحم الارانب للسيدات الحوامل. السيدات الحوامل طبعا محتاجين ان يكون الاكل بتاعهم متكامل في العناصر الغذائيه، ودي الحاجه اللي بيقدمها لهم لحم الارانب. ده غير ان هو بيكون سهل في المضغ والالياف بتاعته بتكون سهله في الهضم، علشان كده لحم الارانب بيبقى اوبشن كويس قوي للسيدات الحوامل. حاجه كمان، الناس اللي عاوزه تعمل دايت او الناس اللي بتحاول تخسس، كيلو لحم الارانب بيحتوي على 350 سعر حراري فقط، وعلشان كده بيعتبر من اشهر اللحوم اللي الناس بتستخدمها جوه الدايت لانخفاض سعراته الحراريه. النوع ده من اللحوم الاطباء بينصحوا مرضى الضغط ومرضى القلب ان هم ياكلوه. ليه؟ علشان فيه نسبه قليله جدا من الصوديوم، وكمان عشان بيكون خالي من الكوليسترول الضار، فبيفيد مرضى القلب جدا. كمان موجود في لحمه الارانب عنصر الكالسيوم، واتكلمنا عنه قبل كده ان هو مهم للعظام ومهم للاسنان وللحمايه من هشاشه العظام. كمان في عنصرين تانيين مهمين جدا اللي هم البوتاسيوم والمغنيسيوم، ودول بيحافظوا على صحه الجهاز العصبي وبيحموا من السكته الدماغيه وبيقوي جهاز المناعه. كمان في عنصر الزنك، وهو عنصر مهم جدا علشان الانجاب والخصوبه. كمان في عنصر الحديد اللي بيساعد في الحمايه من الانيميا او العلاج من الانيميا، لانه طبعا عنصر مهم جدا لبناء الهيموجلوبين في الدم. غير كمان عنصر الفوسفور، وده بيساعد على بناء الانسجه والعضلات وتقويتها. وكمان عنصر البوتاسيوم والزنك اللي اتكلمنا عنهم قبل كده بيساعدوا على زياده النشاط الذهني. زي ما حضراتكم شايفين لحم الارانب مليان فوائد كتير قوي، وغني بالبروتينات والفيتامينات والعناصر اللي الجسم محتاجها، وده اللي خلى بعض الاوروبيين او بلاش بعض، معظم الاوروبيين في الفتره الاخيره اتجهوا للحم الارانب علشان الاسباب اللي احنا ذكرناها، وده اللي خلى كمان سعره هناك غالي مقارنه باسعار اللحوم الاخرى. خلي بالكم لو هنتكلم على قيمه غذائيه، فلو الشخص اكل ارنب موازي ان هو يكون اكل فرختين، فانتم متخيلين القيمه الغذائيه اللي موجوده فيه عامله ازاي؟ الحمد لله لحم الارانب متوفر في مصر بشكل كويس الحمد لله. عاوزين ندخل عاده اكل لحوم الارانب عندنا في البيوت، مش هقول لك طبعا بشكل يومي، لكن حاول تدخله ما بين اكلك وما بين الوجبات اللي انت بتاكلها، لان اللحم ده مليان فوائد ومليان عناصر كلها مفيده للجسم. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان صحتك وصحه اسرتك واولادك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات وهرد على حضراتكم ان شاء الله في اقرب وقت. ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناه وشير الفيديو ده عشان تخلي غيرك يستفيد ويعرف المعلومه، وكمان اعملوا لنا فولو على فيسبوك انستجرام تويتر وتيك توك، وهتلاقوا لينك الاكونتات دي موجود في وصف القناه. واشوفكم بخير. سلام عليكم.